ناري على سيناريو مقابله المنتخب التونسي اليوم ضد منتخب فلسطين، ودخلنا عليكم بالله من بعد ما كان المنتخب التونسي منتصر بجوج ديال الاهداف لا شيء، كيخلي الفرصه للمنتخب الفلسطيني اللي كيتدارك التعادل وكيسيطر على المقابله. بكل امانه ما كانش المنتخب التونسي يشارك بالمنتخب الرديفي بكل صراحه، لان المنتخب التونسي مهدد بالخروج. نقطه واحده، يعني نقطه واحده وباقي لك مقابله، يعني اما تنتصر في مقابله اخرى وشوفوا تسنى زهرك. كنا كنتمناو نشوفوا الانتصار للمنتخب التونسي اليوم. تونس ما كانش في هذا كاس العرب بدون ما شاهد هو المنتخب التونسي، يعني هذا المنتخب الرديفي باش شاركوا اولا باللاعبين الاساسيين اللي كاينين معاهم يعني ما قدموش واحد المستوى، لانهم كانوا خصهم يحافظوا على الاقل على ديك جوج ديال الاهداف الواحد، كانوا خصهم يحافظوا عليها، ما يرجعش المنتخب الفلسطيني للتعادل. كنا بغينا المنتخب التونسي ينتصر في هذه المقابلات ضد منتخب فلسطين. الصراحه تغلبوا ضد سوريا ما كانش خصهم ينهزموا ضد سوريا، تعادلوا اليوم ضد فلسطين ما كانش خصهم يتعادلوا ضد فلسطين، كانوا خصهم ينتصروا على فلسطين، لان الصراحه المنتخب التونسي كان عليه خصو يصعد وهذا الشيء والله حتى كيحمض الدم. المنتخب التونسي بلعيبه تونس نص القرطاج ما يتاهلوش، يطيحوا من الدور الاول، ما يمكنش. وكاس العرب كنا قلنا كاس العالم كاس شي حاجه كبيره نقولوا ايه كاس العرب ما عرفتش. المهم كنت كنتمنى يصعد المنتخب التونسي، ما صعدش، صافي حمض الدم.